عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل اللي يتبعوا فينا على الإكسترا راديو ويب وين ما كنتوا. في الحلقة الثانية من برنامج حكاية قروي يرافقني طيلة الحصة 3 ضيوف، ومن 3 ضيوف هذوما ضيفنا الشيخ سيف الدين حفصية. عسلامة سيف، نورتنا بوجودك بحضينا. مرحبا بك، صلى رمضانكم مبروك، وصلى اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وإن شاء الله نتعدى رمضان سلامات والفرح والهناء، وإن شاء الله تقبل صيامنا وقيامنا. وهذا نتصرف بالضيوف هذا الإذاعة، نتصرف وشكرا على الدعوة، نورتنا بوجودك. عايشك وربي يفضلك وربي يفضلكم وربي يخليكم، وشكرا للإذاعة هذه اللي ضيفتني واللي كذا. شكرا لكم، ونحن زادة نشكروك اللي لبيت الدعوة وجيتنا. عايشك، هذا لا شكرا على واجب، وهذا واجب معناها كما نقولوا، معناها نزلنا نتواصلوا من العمل هذا انت، وان شاء الله بحول الله ما فما كان الخير في ان شاء الله، وما فما كان الخير، وان شاء الله يبعد علينا البلاء ان شاء الله. به يا شيخ سيف، لو كان تعرف المستمعين بروحك، اصيل انا ولايه شنو تعمل من وقت جديد تقرا في تحفظ القران؟ انا تعلمت القران من اللي انا عمري 6 سنين. انا زاد تعلمت قرآن من عمري أنا 6 سنين، معناها تعلمت من عند الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. وقريت شوية في المدب، وقريت معناها شوية عند كتاب، ومرة في مدرسة، مرة معناها نشد أنا معناها لكتاب القرآن وما نسيبه. اللي تعلمت بشوية. حاجة بيه. والحمد لله، معناها كما نقولوا واحد يقرأ في القرآن ويتلاوى في القرآن الكريم، ومعناها كما نقولوا احنا فما حتى صغيراتنا معناها نعلموا فيهم وكذا. حاجة باهية نفرح أنا كي نسمع هكا. نعلموا فيهم وكذا، بس أنا أخويا نعلمهم في القرآن ونعلمهم ما نخليهمش معناها يمكن قد آخر. حاجة باهية، ربي يبارك لك. إن شاء الله ربي يهدينا ويهدي المؤمنين الكل وأمة المسلمين الكل. آمين يا رب. إن شاء الله كنا نعرفوا معناها نتواصلوا. إن نحب نفتتح الحصة متاعي بصوت جميل جدا اللي هو صوت القارئ الشيخ سيف الدين حفصية. نحب خلينا نعرفوا شنو الآية اللي باش يتلاها علينا. قل لي سيف، شنو هي الآية اللي باش تتلاها علينا؟ هي آية تو معناها من آيات من آيات من سورة البقرة. من 181 حتى 84، وإذا كان يزيدوا معناها أخرى حتى 85. باهي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطبقون فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم يسرا ولا يريد بكم العسرا ولتكملوا العدة ولتذكروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا وليؤمنوا به لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. يعطيك الصحة، صوت جميل وجميل جدا، ربي يبارك لك إن شاء الله. المستمعين اللي كانوا يسمعوا فيك توا أكيد ثم منهم يقول لك نتمنيو إنه شيخ حافظ للقرآن أو يتلو القرآن إنه يعطينا نصيحة لينا أو لوليداتنا. شنو تنصح الشباب والصغيرات؟ والله أنا نقول لهم على نصيحة ليهم، لا علموا صغيراتكم في قراءة القرآن لا أكثر ولا أقل، وعلموا صغيراتكم في عبادة الله وعبادة الصالح. فهمتني؟ هذا تعلموا صغيراتكم باش صغيراتكم نهار آخر فهمتني يكونوا خالفين، يكونوا يؤمن بالله، فهم خير. تعلموا صغيراتكم الدين والقرآن، خاصة قراءة القرآن. فهمتني؟ قراءة القرآن أنت قرر صدورك قراءة القرآن عند ربي سبحانه وتعالى يكتب لك أجر حسنات. تشد زاد صغيرك من اللي هو عمره 6 سنين، نتصور كان هكا كل عام تحافظوا حتى حزب نص حزب حاضر سورة الفاتحة قبل الساعة أولا. أكيد فهمتني؟ وبعد تقول حاضر والله واحد ولا سورة الفلق ولا سورة إخلاص ولا سورة الناس ولا سورة ما يوصل لعمر 18 سنين كان ما شاء الله على الأقل عامل 20 حزب. أنا مش أنا نقريه أنا في المدب مثلا ونقريه أنا في التجدون بعد نبطلوا تقول أنا معناها حتى ما نكونش في مريح حرام في الدنيا وفي الآخرة. قراءة القرآن خاصة تقرأ في سورة ياسين تمنع من كل البلاء، خاصة سورة ياسين تقرأ. أنا من الحمد لله قريب الحمد لله، وطوى عمري 31 سنة والحمد لله ونقرأ في القرآن ونصلي بالناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم ربي أجعل هذا بلد آمنا وأجنبني وبني أن أعبد الأصنام. رب إنهم أضلوا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عندك بيتك المحرم ربنا يقيموا الصلاة فاجعلني أفئدة من الناس تهوي إليهم وأرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء.
ربنا اغفر ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم يوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يريد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء صدق الله العظيم. شكرا لك شيخ سيف الدين. ما عندي من علق الحق، ربي يبارك لك. شنو تحب تقول؟ للناس اللي عندهم قلوبهم عندهم رحمة في قلوبهم، وللناس كيما نقولوا احنا ربي يزيدهم، ربي يكثرهم ويكثرهم، وكلهم اصحاب قلوب الرحيمة، وكلهم ارحموا المحتاج اللي ما عنده، سواء ظروفه الاجتماعية صعيبة، ظروفه تعبة وكذا، ارحموا يرحمكم في السماء. صحيح، يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء. احنا نجينا نقول نحن متبينا في رمضان هذا، في الشهر الجليل هذا، شهر العظيم، شهر الهدى، شهر القرآن الذي شهر الرحمة والعبادة وشهر التسامح. نتمنى لو كان نكمل معاك الحوار. شكرا مرة أخرى لتلبيتك دعوتنا وشرفتنا بحضورك ونورتنا.